لنفترض بكرة صار في انتخابات بسوريا والناس يروحوا يصوتوا، وفي ناس مفكرين انه الديمقراطية هي انه اللي بيجيب اصوات اكتر بيحكم وبيعمل اللي بده اياه. يعني اذا اهل السنة هن الاغلبية بيصيروا بيعتبروا انه هيدا حق طبيعي وبيقيموا شرع الله ديمقراطيا، وحتى يفرضوا الجزية على مسيحيين ديمقراطيا، وكأنه الديمقراطية هي فرض رأي الأغلبية على البقية. هيدا فهم غلط تماما للديمقراطية. الديمقراطية مش اللي بيجيب أصوات أكتر يفرض سيطرته على الكل. الديمقراطية مش هيك. الديمقراطية يعني إنه الشعب كله بكل أطيافه بكل ألوانه يشارك في صنع القرار. يعني انه ما في فئة تفرض قوانينها على الباقي حتى لو كانت الأغلبية. وهيدا اللي رح نشرحه اليوم. الديمقراطية الحقيقية هي نظام يحترم حقوق الجميع، مش بس الأكثرية. هي ضمان للعدالة والمساواة، وبتحمي الأقليات من التهميش. وهي فكرتنا الأساسية في الحلقة. لازم نعرف شو يعني الديمقراطية فعلا، مش مثل ما مفكرين الأكترية السنية بسوريا إنه الديمقراطية هي تصويت بين 9 ذئاب وخروف واحد. عاشو رح يتعشوا الليلة. خلونا نرجع خطوة لورا ونسأل حالنا، شو يعني ديمقراطية؟ لأنه واضح أنه في خربطة كبيرة بالمفهوم. في ناس مفكرين أنه الديمقراطية هي بس انتخابات، يعني إذا عملنا تصويت خلص صرنا دولة ديمقراطية. بس عن جد، هل هيدا كلام منطقي؟ الديمقراطية مش بس صندوق اقتراع، هي نظام كامل، منظومة بتحمي الكل، مش بس يلي عنده أصوات أكتر. الفرق بين الديمقراطية الشكلية المزيفة والديمقراطية الحقيقية كتير بسيط. الديمقراطية الشكلية هي انه يكون عندك انتخابات بس كل شيء تاني غلط، وحتى الانتخابات بتكون شكلية والرئيس بيجيب 99% من الأصوات. لحظة، هون في سؤال لكم أحبائي المستمعين. مين هودي 1% اللي كانوا يتجرؤوا وما ينتخبوا الأسد؟ خبروني بالتعليقات. بالمناسبة، برأيي إذا الجولاني يعمل انتخابات رح يجيب 7000%. تتذكروا الملائكة اللي كانت تحارب معهم أيام ما كانت اسمهم جبهة خضراء؟ إيه، فيعني إذا الملائكة بتحارب وبينصرهم بالحرب فلازم كمان يصوتوا وينصرهم بالسياسة، بالمنطق يعني. والله أعلم. على كل حال، بالديمقراطية المزيفة كمان بتكون السلطة محتكرة، القضاء مسيس، والإعلام بيكون مكمم، والقرارات كلها بإيد فئة وحدة. يعني ديكور ديمقراطي، ديمقراطية للزينة، هي بتكون يعني استبداد فعليا. أما الديمقراطية الفعلية فهي حكم الشعب، حكم الشعب كله، مش حكم الأكثرية لحالها. وهيدا شيء بصير من خلال 3 أمور أساسية. أولا، الفصل بين السلطات. يعني ما في سلطة واحدة تتحكم بكل شيء، كل جهة بيكون إلها دورها وما حدا فوق القانون. ثانيا، سيادة القانون وحقوق الإنسان. يعني الدولة مش مزاج حاكم ولا دين طائفة ولا رأي حزب. القانون لازم يحمي الجميع. ثالث شيء، الشفافية والمحاسبة. يعني أي مسؤول حتى لو كان منتخب ما بيقدر يعمل اللي بده إياه. في رقابة، في إعلام حر، في قضاء مستقل بيحاسبه إذا غلط. هيدا هو جوهر الديمقراطية. ما بتنقاس بعدد الأصوات وبس، بتنقاس بقديه
بتحمي الناس وحقوقهم حتى لو كانوا أقلية. هلأ في شغلة ضروري نحكي فيها، لأنه في ناس مفكرين إنه الديمقراطية يعني الأكثرية تحكم وخلص. يعني إذا في انتخابات والناس صوتت فالأكثرية بتقرر كل شيء وبتفرض قراراتها على الباقي. بس لحظة شوي، هيدا مش ديمقراطية، هيدا استبداد بس بنسخة جديدة واسمها طغيان الأغلبية. يعني إذا حكم الأغلبية صار متطرف ورفض يشارك أو يحمي الأقليات، بتصير أقرب للاستبداد الانتخابي أو الأوتقراطية الانتخابية. يعني حكم شكله ديمقراطي بس فعليا مركز بيد فئة واحدة. الديمقراطية الحقيقية مش إنه الأكثرية تعمل اللي بده إياه. الديمقراطية هي إنه كل الناس يكونوا جزء من القرار حتى لو كانوا أقلية. لو كانت الديمقراطية مجرد أكثرية تحكم، كان فينا نقول إنه هتلر كان ديمقراطي لأنه وصل للحكم بالانتخابات، وكان فينا نعتبر أي حزب بياخد نسبة أصوات عالية عنده حق يحكم مثل ما بده حتى لو قرر يقمع المعارضة ويهمش الأقليات. في أمثلة كتيرة من دول عملت انتخابات وفازت فيها الأكترية وبعدين راحت طحشت على حقوق الأقليات وسحقهم. شوفوا إيران، عندهم انتخابات بس بنفس الوقت إذا أنت أقلية دينية أو عرقية الدولة كلها ضدك. شوفوا تركيا، حزب أردوغان فاز ديمقراطيا بس بعدين صار يقمع الكرد، يسجن المعارضين ويسكر الإعلام. هيدا شو ديمقراطية؟ أكيد لا، هيدا استبداد مقنع بشوية أصوات. وهيدا شيء لازم نفهمه منيح. الديمقراطية مش صندوق انتخابات وبس، الديمقراطية نظام بيحمي الجميع مش بس بيخدم اللي عندهم أكتر الأصوات. إذا خلينا الأكثرية تتحكم بالمطلق بتتحول الديمقراطية لشيء بيسموه الدكتاتورية الأغلبية، وهيدا أخطر شيء لأنه بيعطي الشرعية للاستبداد تحت غطاء إرادة الشعب. لهيك إذا بدنا ديمقراطية حقيقية بسوريا لازم نحمي الأقليات، لازم يكون في ضمانات دستورية تمنع إنه فئة واحدة تفرض حالها على الكل، ولازم يكون في مؤسسات مستقلة بتحمي حقوق الجميع مش بس الأكثرية يلي أخذت أصوات أكثر. إذا الديمقراطية ما بتعني حكم الأكثرية، كيف فينا نحمي الأقليات من استبداد الأغلبية؟ كيف بنضمن إنه ما يصير في فئة واحدة عم تفرض قراراتها على الكل؟ الجواب بسيط، لازم نحط ضمانات تمنع استبداد حتى لو كان بصندوق انتخابات. أول شغلة الدستور، مش أي دستور مثل دستور اللي كان على مقاس بيت الأسد أو يلي على مقاس جولاني. عم نحكي عن دستور فعلي بيحمي الحريات وحقوق الأساسية. يعني ما في فئة مهما كانت كبيرة تقدر تغير قوانين مثل ما بدها. الحقوق الأساسية لازم تكون خط أحمر ما بتنلمس لا بالانتخابات ولا بأي شيء تاني. ما حدا بيقدر يقرر إذا أقلية معينة إلها حقوق أو لا. الحقوق بتكون مضمونة بالدستور بدون نقاش، بسموها مواد فوق دستورية. تاني شغلة التمثيل السياسي الحقيقي. يعني كيف؟ يعني ما بصير تكون كل السلطة بإيد طرف واحد بحجة إنه جاب أصوات أكتر. الحل تمثيل نسبي، ما عم نحكي عن محاصصة، ما عم نحكي عن توزيع بالحصص، عم نحكي عن تمثيل نسبي بحيث كل فئة تحصل على عدد مقاعد بالبرلمان حسب حجمها فعلي وما يتم تهميشها.
كمان ممكن يكون في جوتا للأقليات، يعني مقاعد محجوزة إلهم لحتى يكون إلهم صوت وما ينداسوا تحت رجلين الأكثرية. مثلا بالدنمارك في 4 كراسي بالبرلمان محجوزين، 2 لجرينلاند و2 لجزر فارو. تعرف شو؟ خلينا ناخد دنمارك مثال، باعتبار أنا عايش بالدنمارك، ونشوف كيف بيتم ضمان حقوق الأقليات وليش اسم الحكومة هون حكومة أقليات. الدنمارك ديمقراطية برلمانية قائمة على تعددية، وميزة نظامها انه بيحفظ حقوق الاقليات بطريقة عملية. ليش؟ لانه من النادر حزب واحد يحصل على اغلبية مطلقة، وهيدي بيخلي الحكومة الدنماركية غالبا حكومة اقليات، يعني ما عندها 50+1 من المقاعد، فبيضطروا يعملوا تحالفات وتفاوضات مع احزاب تانية، وهيدا بيعطي الاقليات السياسية فرصة حقيقية للتأثير. أما بالنسبة لحقوق الأقليات القومية والدينية فهي محمية بالقوانين والدستور، مع ضمان حرية التعبير والمعتقد والتعليم بلغاتهم. حتى الأحزاب صغيرة عندها تمثيل بسبب نظام التمثيل النسبي، وهيدي بيمنع احتكار السلطة وبيخلي كل فئات يكون عندهم صوت. والأهم، في مقاطعات مثل جرينلاند وجزر فارو عندها مقاعد مضمونة بالبرلمان بغض النظر عن عدد سكانها، وهيدي بيعطيهم وزن سياسي ويحفظ حقوقهم كمناطق ذات خصوصية ثقافية وإدارية. الفكرة الأساسية إنه الحكومة مش مجرد قوة مسيطرة، بل هي تحالفات وتوازنات، والأقليات ما بتنترك للمجهول بل عندها دور فاعل بالنظام السياسي. فهل ممكن سوريا المستقبل تستفيد من هيدا النموذج؟ ثالث شيء، القضاء مستقل، لأنه حتى لو برلمان قرر يمرر قانون ظالم بحق أقليات لازم يكون في محكمة قادرة أنه يوقفهم. القضاء لازم يكون بعيد عن سيطرة الأحزاب السياسية، لازم يكون فعلا مستقل، لأنه هو الضمان الأخيرة ضد أي استبداد. وأخيرا حرية الإعلام والتعليم، لأنه إذا الناس ما عندها وعي وإذا الإعلام مسيطر عليه من طرف واحد رح يضل في ناس مفكرة إنه الأغلبية معها حق تعمل اللي بده إياه. لازم يكون في مناهج تعليمية تعلم احترام التعددية، ولازم يكون في إعلام حر يفضح أي محاولة لاستبداد باسم الديمقراطية. يعني إذا بدنا نحمي الأقليات فعليا، الحل مش بس إنه ننتخب ونشوف مين بيفوز، الحل انه نبني نظام فيه توازن يحمي حقوق الجميع مش بس يلي عنده اكثر الاصوات. هلأ وصلنا للسؤال الكبير، شو هو نظام سياسي الامثل لسوريا المستقبل؟ كيف ممكن نضمن ديمقراطية حقيقية ببلد فيه تعددية قومية ودينية وطائفية مثل سوريا؟ في ناس بيقولوا خلونا نعمل نظام ديمقراطي مركزي وخلص، بس هون في مشكلة. هل ممكن لنظام مركزي يكون ديمقراطي فعلا ببلد متنوع مثل سوريا؟ خلونا نكون واقعيين، سوريا مش بلد فيه هوية وحدة، سوريا فسيفساء من الشعوب والطوائف، وإذا جبنا حكومة مركزية بدمشق تقرر عن الكل رح نرجع لنفس المشكلة، طرف واحد بيقرر والباقي بيعاني. لهيك اللامركزية أو حتى الفيدرالية ممكن تكون الحل الأمثل، مش لأنه خيار مثالي بس لأنه الوحيد اللي بيضمن لكل المكونات إنها تشارك فعلا بالحكم. يعني بدل ما يكون في سلطة واحدة فوق الكل، يكون في توزيع حقيقي للسلطة، بحيث كل منطقة أو كل إقليم عندها صلاحيات بإدارة شؤونه ضمن إطار الدولة، مش انفصال، مش تقسيم، بس نظام يمنع انه جهة واحدة تتحكم بالكل.
وفي عنا أمثلة كتيرة بالعالم. سويسرا بلد فيه عدة قوميات ولغات، وعامل نظام فيدرالي ناجح، كل كانتون عنده صلاحيات وما في جهة واحدة مسيطرة. بلجيكا نفس الشيء، عندها قوميات مختلفة وكل وحدة عندها إدارتها المستقلة، وهيدا اللي خلى البلد مستقر ديمقراطيا. الفكرة كتير بسيطة، نظام مركزي ببلد متنوع مثل سوريا يعني فئة واحدة رح تتحكم بالباقي حتى لو كان في انتخابات. الديمقراطية الحقيقية بتطلب توزيع السلطة، مشاركة فعلية، مش حكم من فوق. هيدا هو النقاش اللي لازم نفتحه إذا بدنا نخطط لسوريا جديدة. سوريا ما تكون نسخة تانية من الفشل اللي عشناه بفترة حكم بيت الأسد. كيف فينا نبني ثقافة ديمقراطية بمجتمع ما بيعرف ديمقراطية أصلا؟ كيف منتوقع من ناس تمارس الديمقراطية إذا هن كل حياتهم عاشوا تحت حكم استبدادي وما شافوا شيء غير الزعيم الأوحد والقرارات الفوقية؟ هون المشكلة الأساسية اللي لازم نشتغل عليها. الديمقراطية مش بس نظام سياسي، هي ثقافة يومية، ما بتصير بمجرد ما نعمل انتخابات. الديمقراطية لازم تتغلغل بالمجتمع، تصير طريقة تفكير، وهون بيجي دور المجتمع المدني، الجمعيات، المنظمات، المبادرات اللي بتشتغل على التوعية، اللي بتعلم الناس انه عندهم حقوق، وانه في شيء اسمه محاسبة، وانه الصوت الفردي مهم. لانه اذا ضلينا معتمدين على الدولة لحالها ممكن نعمل انتخابات بكرة وبعد سنة نرجع نحط القائد الخالد إلى الأبد فوق راسنا لأنه هيك تعودنا. كمان الأحزاب والنقابات عندها دور أساسي. الديمقراطية ما بتمشي بدون أحزاب قوية، أحزاب يكون عن جد عندها برامج سياسية مش مجرد لآليء بتدور حوالين الزعيم الجديد. الأحزاب يلي بتعلم الناس الحوار، النقاش، التفكير النقدي. نفس الشيء النقابات اللي بتخلي العمال المهنيين الصحفيين عندهم صوت حقيقي، عندهم مساحات للمطالبة بحقوقهم. والسؤال الأهم، كيف ننتقل من الاستبداد للديمقراطية فعلية بدون ما نرجع نعيد إنتاج الديكتاتورية؟ لأنه صراحة في دول عملت ثورات قلبت الأنظمة، بس بدل ما توصل للديمقراطية جابت استبداد جديد باسم الثورة أو باسم إرادة شعبية. لهيدا السبب الانتقال لازم يكون عن وعي، مش مجرد إسقاط نظام واستلام نظام جديد بنفس العقلية أو عقلية أضرب منها. لازم نحمي المؤسسات الديمقراطية، ما نخلي أي طرف يستفرد بالسلطة، ونشتغل على تغيير العقول قبل تغيير الحكام. لأنه بالنهاية إذا الناس ما عندها وعي ديمقراطي، لو عملت مليون انتخابات رح توصل لنفس النتيجة، حاكم جديد نفس أدوات القديمة. الخلاصة، الديمقراطية مش صندوق اقتراح وبس. الديمقراطية مش مجرد انتخابات، مش قصة مين بيجيب أكتر الأصوات. الديمقراطية نظام متكامل، منظومة بتحمي الكل وبتضمن إنه ما في فئة واحدة بتسيطر وبتفرض حالها على الباقي. إذا الأغلبية بتحكم وبتقصي الأقليات، هيدا مش ديمقراطية، هيدا استبداد جديد بشعار مختلف. الديمقراطية الحقيقية هي اللي بتحمي حقوق الكل، يلي بتعطي لكل مواطن صوت بغض النظر عن دينه، قوميته، أو عدد الأشخاص اللي بيشبهوا رأيه. سوريا لازم تكون قائمة على المواطنة، مش حكم طائفة، مش حكم قومية، مش حكم حزب. حقوق متساوية
تمثيل عادل، دولة لكل أهلها، دولة لكل سوريين. إذا ما فهمنا هيدا الشيء رح نضل نلف بنفس الدوامة ونرجع نعيد نفس الأخطاء يلي دمرت البلد من الأساس. الديمقراطية مش هدية بتنزل من السماء، هي شيء بدنا نبنيها، بدنا نحميها، وبدنا نتمسك فيها، لأنه بدونها ما في شيء رح يتغير فعليا. سلام.